وكم مرة كنت بتعيد المواقف المحرجة اللي حصلت لك قبل كده أكتر من مرة في مخك وتراجع عليها، موقف وقعت فيه أو قلت هاي بالغلط وكنت بتفكر وتقول لو في حد حواليك لاحظ يا ترى بيقول إيه عليك، وتقول إيه يا الموقف البايخ وتحسس نفسك إنك تحت المجهر وكله بيبص عليك. أكيد مر عليك موقف زي كده وافتكرت موقف دلوقتي مفيش حد ما مرش عليه الموقف ده حتى أنا. وهنا نتكلم في النقطة المهمة، هل فعلا في حد مهتم؟ هنجاوب عليه في الفيديو ده. بس اللايك والاشتراك وتعليق حلو زيك، وتعالى افهمك انه محدش مهتم وازاي تعتبر ان دي نعمه كبيره في حياتك. زمان لما كنت عيل صغير، انت لما كنت صغير انا اتولدت كبير. كنت محور الكون. كل خطوه، كل ضحكه، كل حاجه كنت بتعملها كنت بتلاقي انه في حد بيبص عليك ويسقفوا لك لو عملت حاجه كويسه او عملت حاجه تافهه. شكرا والله شكرا. هتلاقي حد بيسقف لك على اللي انت بتعمله ومركز معك. بعد كده فجاه يا عزيزي المشاهد تلاقي نفسك كبرت وشفت الحياه ناس وزحمه وناس مشغوله حواليك، ومفيش حد بيسقف لك انك عديت على الرصيف او بتنتبه للعربيات اللي رايحه واللي جايه، كانك بالظبط مخفي، والشعور ده انت مش متعود عليه وتحس ان هو مش حقيقي اصلا. وهنا بيجي عندك تاثير اسمه نقطه الضوء او السبوت لايت افكت، وبتبدا تفخم اهتمام الناس اللي حواليك عليك انت، وتفتكر الناس بتفكر وتقول شوف ده لابس ايه او شكلك عامل ازاي او اكيد ركز على صوتي. حنجره سليمه ولا يا جدعان؟ واكيد شكلهم ما ينسوش الكلمه اللي قلتها من 85 سنه. وكل شويه مخك يخترع لك موقف ويكبره في راسك لحد ما تكره نفسك. طب ايه الدليل؟ نادر لما يكون عندك دليل حقيقي، كلها احاسيس وتوقعات. طب ايه الحل؟ حط نفسك مكانهم. بالظبط، حط نفسك مكانهم. اقعد وافتكر فلان اللي كان لابس لبس مش كويس قبل 33 يوم الساعة 7، او افتكر الشخص اللي ما تعرفوش ووقع قدامك في الشارع. الكلام ده نادر اذا ما كانش مستحيل. فليه انت بتفكر انه كله مهتم بموقفك انت؟ يعني مثلا انت سلمت على واحد وهو مفكر انك انت وبص على شعره وهو مظبوط ولا لا، وانت اصلا بتفكر هتتغدى ايه النهارده، مركزتش هو في شعر ولا قرع. نفس الموضوع بيحصل معك انت. عشان كده حط في دماغك ان الطريقه اللي مخك بيشتغل بيها لما تقابل الناس هي نفس الطريقه اللي بيشتغل بيها مخ اللي قدامك تجاهك انت. مفيش حد مهتم، كل واحد مركز مع العالم بتاعه ومشاكله. ولو تقعد مع نفسك وتفكر في الموضوع هتلاقي نفسك اديت مواقف اكبر من حجمها وقعدت في دماغك الايام دي وان الكل فاكرها. لكن الموقف ده لو حصل مع واحد قدامك هتنساه في دقايق. ولو قدرت تطبق الحاجات دي في حياتك هتتغير نظرتك وهتحس بحريه اكبر، لانك هتكون مهتم بنظرتك انت وايه المهم ليك، وتكون فرصه انك تخفف الضغط على نفسك اللي يمنعك انك تتحرك وانك خايف من نظره الناس ليك، وبيخليك تتجرأ انك تجرب اكتر، ويديك الراحه انك تسال من غير ما تفكر ان شكلك غبي، لانك مستحيل تقول على شخص بيسال انه غبي حتى لو طلع شكلك غبي، محدش مهتم لانك في الاخر عملت اللي نفسك فيه. بعد 10 دقائق هينسوا انك انت موجود اصلا. عشان كده حاول تحط نفسك في مواقف محرجه اكتر بشكل معقول، انك تطلع تتكلم في حفله او تسال سؤال وسط مجموعه كبيره او تقول كلمه غلط وانت قاصد او اي حاجه انت بتخاف تعملها، وهتلاحظ ازاي انه محدش مهتم. والحاجه الرهيبه انه هتزيد فرصك في الحياه لانك هتكون مستعد انك تتقدم وتخاطر وتكون جاهز للمواقف اللي تتحرج فيها ومالكش ايد في الموضوع، وتكون اللي عملته قبل كده كان تجهيز وتدريب ليك، لانك في النهايه انت هتتحرج وهتوقع في موقف ملوش داعي. والجزء الثاني من الموضوع اللي ممكن يبين انه هجوم وقاسي، محدش مهتم انك نجحت او فشلت، ومحدش مهتم اذا تعلمت ولا ضليت. كل واحد فينا مشغول بنفسه، يعني اشتغل لنفسك حتى لو محدش ركز او محدش بقى في صفك، وده هيديك مساحه تعرف معاييرك الحقيقيه ويقول لك انت قد ايه مهتم للناس. هل هتصحى الصبح تتمرن لو محدش شافك ولا لا؟ ولو قدرت تنجح في ده وتتخطاه هيخليك تشتغل من قلبك في حاجات انت مهتم بيها، وفي حاجات ممكن تجربها وتطورك ممكن تبداها النهارده. راقب نفسك يوم كامل وشوف كم مره بتلاحظ تفاصيل الناس الصغيره، هتتصدم قد ايه انت مش مهتم، وهتتاكد انه مفيش حد بيهتم لتفاصيلك. تاني حاجة، حدد نقاط ضعفك، حاجات خايف انك تعملها بسبب نظرة الناس ليك انت وايه هيقولوا عليك، اعملها بس ماليش دعوة لو ضحكوا عليك. بس اختار اهداف تهمك انت حتى لو محدش سقف لك، وهو ده اللي هيخليك تركز على الحاجات اللي بتفرحك انت وتريح بالك، لانك انت الشخص الوحيد اللي هيكون موجود معاك طول الوقت، مش تقدر تهرب منه. حاول انك تريح نفسك وبس. استنوا فيديو جديد، لايك وسبسكرايب، متنساش التعليق. برعاية الله.